خط وحش وبطيء وبيتوتر جامد وقت الواجب. في الاغلب ده مش بيكون كسل، اطفال كتير بيكون عندها صعوبة في المهارات اليدوية للكتابة، تظهر معايا في قوة العضلات، معالجته للمعلومات، المجهود الذهني العالي اللي بيتعمل وقت الكتابة. فالطفل بيعمل مجهود كبير جدا علشان يقدر يمسك القلم وينظم ويعالج الحروف، فبالتالي طبيعي يبقى بيخاف وبيتوتر جدا وقت الكتابة. محتاجة تلاحظي قوة العضلات الدقيقة، وضع الطفل وهو قاعد بيكتب، مسكة القلم عاملة ازاي، طيب الاحظهم ازاي. قوة عضلاته بشوف هو بيعرف يربط الكوتشي ولا لا، بشوف هو بيعرف يقفل القميص ولا لا، طيب بيعرف يمسك المقص ويقص بشكل منظم والصورة تطلع لو خط مستقيم يطلع فعلا خط مستقيم او لا، بيعرف يمسك القلم صح ما بين الصباعين دول ومسنودين على اللي في النص ولا لا، بيعرف يقعد بشكل مستقيم وايده كلها على الترابيزة ولا لا. اعمل ايه بعد ما لاحظت الكلام ده؟ اعمل 3 حاجات. الاول اقلل كمية الكتابة، اجزأها لاقسام صغيرة، ادي وقت اكتر للكتابة من غير استعجال. ثالث حاجة اقلل النقد او الضغط علشان ده بيزود المشكلة مش بيقللها. طيب كل اللي احنا بنقوله ده مقبول جدا في سن صغير، في سن المتطلبات دي لسه بادئين نتمرن عليها. طيب ولو الصعوبة مكملة معايا فانا محتاجة ارجع لمختص ونحط خطة ونبدأ نعالجها.